ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة هشارككم تجربة. أنا لسه هبدأ أفك الجهاز. الجهاز عبارة عن ميانتا، تمام، مبرد 85 لتر. الناس كانت بتسأل على المبردات وكانت بتقول إن هو كويس وشغال كويس. هنشوف مع بعض. ده شركة بوي أهي، دي الفاتورة الضريبية اللي هما بيدوها لك، تمام، وده التوصيل لحد باب البيت. خلاص هرسل لكم إن شاء الله بإذن الله السعر آخر الفيديو. يلا مع بعض نشوف إزاي هفك الجهاز وإزاي هنركب العجلات بتاعت الجهاز، وبعد كده نشتغل إن شاء الله مع بعض. دي كده يا جماعه محتويات الجهاز، هنفكها مع بعض زي ما انتم شايفين مع بعض ان شاء الله علشان نتعرف على تفاصيل. طبعا اول حاجه عندي دي القاعده اهي، بتيجي بالشكل ده، تمام. هصوركم كل حاجه ان شاء الله سليمه باذن الله توصل زي الفل. خلاص ادي القاعده الاولى، ادي القاعده الثانيه. خلاص ان شاء الله باذن الله. هو كتب لك هنا شمال ويمين عشان تبقى انت يعني فاهم القاعده دي بتاعت ايه. خلاص هنا في اتنين فل عشان طبعا يحمي الايه المبرد. هنفك المبرد مع بعض وبعد كده نرجع لكم تاني. ده يا جماعه شكل المبرد اهو، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، تمام. ده شكله، ده تايمر، ده السوينج، وده الكول اون واوف، تمام. هفك الكيسه وهنشوف مع بعض شكل الموبايل عامل ازاي. ده يا جماعه شكل الموبايل اهو بعد ما فكيت الكيس بتاعه. زي ما انتم شايفين انا بحاول ان انا اجيب لكم جميع الزوايا بتاعته، تمام. ده الكرتون بتاعه. خلاص الفتحه الخلفيه اهو، تمام. خرطوم الفتحه الخلفيه. خلاص بحاول ان انا اجيب لكم بس جميع الزوايا بتاعت الجهاز. هفتح كده، ده المفروض الدرج ده ماشيين معايا هنا، هو ده مش المفروض كده، هو بيتقفل بس كده. هو طبعا ميكانيكي زي ما انتم شايفين معايا هنا اهو. بحاول ان انا اثبته لكم. دي شهاده الضمان سنتين، ودي الجزئيتين الازاز اللي احنا البلاستيك اللي هنحط فيهم ميه. طبعا ممكن نحط ميه في الجزء ده، خلاص لان الميه كده كده بتنزل من الجزء الصغير اللي انتم شايفينه ده، فممكن اعبي ميه عادي جدا في الجزء اللي فوق ده، تمام. خلاص نيجي من الجنب بقى نشوف الجهاز. بسم الله ما شاء الله، تقفيل كويس الى حد ما تقفيل كويس، تمام. ده ماشيين معايا. بحاول ان انا اجيب لكم التفاصيل بتاعه الجهاز الميانتا اهو. طبعا ده الفيشه هنفكها برضه مع بعض اهي عشان الناس ايه تقول لي احنا عاوزين نطمن على الجزء الخلفي. فيه اهو جزء خلفي بنفكه مع بعض ونرجع لكم تاني. طبعا بس ده الفايب، انا بس بحاول اجيب لكم الجهاز كل حاجه تفصيله في الجهاز كده عشان نبقى فاهمين الجهاز بيشتغل ازاي. هنركب العجل بتاع الجهاز ونرجع لكم تاني. ده الجزء الخلفي، في عندنا 4 عجلات اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وحاطينهم جوه فيل اهي. ده شكل العجل اهو بالمنظر ده اهو، تمام. 4 عجلات. طبعا في صواميل بقى، كل حاجه ليها صاموله عشان نبقى احنا برضه فاهمين ان دي متقفله بصواميل. خلاص حاجه بسيطه جدا، مبرد هواء ان شاء الله يطلع كويس، وان شاء الله التجربه تطلع كويس، تمام. خلاص طبعا في عجل تقيل وفي عجل خفيف. في عجل واخد اللي هو الحركه دي، تمام. ده طبعا عشان خاطر ممكن يكون بتاع الحركه، هنشوف مع بعض كل التفاصيل دي. ودول عجلتين تقريبا اللي هما العجلتين الامامي، يبقى الامامي اصغر من الخلفي، تمام، او العكس وات ايفر. ده كده الشكل يا جماعه اهو برضو من ورا عشان الناس تشوفه. ده 85 لتر. دي فتحه ممكن نفتحها نحط فيها الميه لحد لما يتملي لحد الخزان بالكامل، تمام. اللهم صل على النبي. خلاص صنع في مصر، اندر براند لايسنس، ميد ان ايجيبت، 240 فولت ماكسيمم، 60 هرتز، 250 واط. ده استهلاك يا جماعه الكهرباء لتكييف او مبارد صحراوي ميانتا. اتمنى ان شاء الله التجربه تبقى كويسه، واتمنى ان شاء الله لو حد عنده اي سؤال يكلمني ويبعت لي، وانا هشرح له التجربه وهقول له كل التفاصيل ان شاء الله في التكييف باذن الله. هنفك مع بعض، هنركب مع بعض العجله ونرجع لكم مره تانية. ده كده الجزء الاول من الفيديو على مبارد صحراوي او تكييف ميانتا. ركبنا يا جماعه ال4 عجلات اهم زي ما انتم شايفين معانا. ادي العجله الاولى، العجله الثانيه اهي، خلاص العجله الثالثه، دي العجله الثانيه، ودي العجله الرابعه. طبعا هنا في طبعا مسامير، مش عارف هتبقى واضحه قوي في الكاميرا ولا لا. خلاص المهم في هنا فتحه طبعا تصريف، لو انت عايز تصرف الميه زي ما احنا قلنا قبل كده ممكن نصرف الميه من الجزء ده خالص، نعمل تصريف. ده الجزء بتاع اللو والهاي، تمام، اللي هو لما اجي املى منه الخزان. والجزء الخلفي اللي احنا شرحناه من شويه اللي هو بتاع الخرطوم اهو بتاع الميه، اوتو فيل ووتر النت. وعندنا هنا كمان الفيلنج بايب انت،
نهايه الفي. طبعا ده كله طبعا ان شاء الله هيظبط معانا. انا بس حبيت اوريكم بعد ما ركبنا العجل، طبعا في جزء يمين وجزء شمال بيبقى مكتوب على الورقه زي ما انتم شايفين معايا بالشكل ده. هنوقف الخزان ونشوف مع بعض شكله عامل ازاي. يا جماعه شكله هو بعد ما ركبنا العجل زي ما انتم شايفين معايا بالمنظر ده. خلاص، العجل الامامي والعجل الخلفي. انا بشارك معاكم كل حاجه بالمبرد اهو. هنفك دلوقتي المبرد وهنملى طبعا الجزء ده ميه دلوقتي. خلاص، وهنشغله مع بعض ونشوف التجربه ان شاء الله مع بعض شكلها عامل ازاي. انتظروني يا جماعه. ده دي الجزء الاول ده بتاع العربيه. ما شايفين معايا كده بالشكل ده. ممكن ان انا اكبرها من هنا اهو اهو. تمام. كل حاجه فيها جزء مانيوالي اقدر ان انا احركه اهو بكل سهوله عادي جدا اهو زي ما انتم شايفين معايا بالشكل. طبعا اقدر ان انا احرك الجزء ده كده. خلاص، ده كده اخر حاجه ممكن نحركها. خلاص اهو. طبعا كل حاجه اهي بصوا تشتغل معايا بالمنظر ده. حاول بس كده ايه اطلعها شويه عشان ايه يبقى كل حاجه تمام. الجزء الخاص اللي جوه هنا في قوس نحاس كبير اهو، وعندنا مروحه بلاستيك عاديه خالص. دي الوصلات اهي زي ما انتم شايفين معايا بالمنظر ده. وده شكل الموبايل لسه اول يوم ليه النهارده لسه جاي اهو. ده الجزء الخاص بيه الميه. هنحط ميه هنشغله مع بعض دلوقتي ونشوف شغال عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اوف. هندوس على لو. ده يا جماعه صوت الهواء. تمام. لو عايز اعمل سوينج بدوس على الزرار ده بيعمل يا جماعه سوينج اهو فوق وتحت. تمام. عندنا طبعا في لو وعندنا في ميديم. طبعا الصوت قوي جدا. وعندنا هاي. خلاص. دي المروحه اهو. ده شكل المروحه زي ما انتم شايفين بالمنظر ده كده اهو. تمام. طبعا هنا طبعا انا مش هشغل الكل اون اوف عشان خاطر انا لسه ما حطيتش فيه ميه. هنحط طبعا فيه ميه هنا من فوق هنا. خلاص. او هنستخدم الايه الجزء الخاص من الخلف عشان خاطر نحط فيه الميه. طبعا هوا ممتاز جدا ممتاز جدا. الناس بتقول لك ما بيهويش. ليه يا جماعه بيهوي؟ انا طبعا فاتح الشباك عشان برضه اشوف التجربه عامله ازاي واشوف القوه بتاعت الموبايل عامله ازاي. طبعا عندنا هنا في دي اللو. عندنا هنا ميديم اللي هو الوسط. دي يا جماعه سرعه الايه المروحه. وعندنا الهاي طبعا. خلاص زي ما انتم شايفين بالمنظر. طبعا انا حاسس ان الهواء ان الاوضه اتهوت جامد قوي. ان شاء الله باذن الله التجربه ان شاء الله هنزلها لكم كمان 3 4 ايام عن استخدام التكييف الصحراوي. طبعا انتوا شايفين معايا هنا السوينج شغال اون واوف. خلاص بالمنظر ده. لو انتوا طبعا تلاحظوا الريش بتتحرك يمين وشمال زي ما انتم شايفين بهذا الشكل. بصوا يا جماعه. بصوا يا جماعه شكل. بصوا الشكل عامل ازاي. بصوا قطعتين من الجزء اللي فوق ومن الجزء اللي فوق وقطعتين من الجزء اللي تحت. شايفين يا جماعه المنظر؟ شايفين المنظر؟ كل حاجه بتبقى مظبوطه بالشعره. طبعا انا برضو مش عايز اوريكم هنا الجزء اهو برضو اهو. ده الهواء بتاعه اهو بيهوى يا جماعه كويس يعني. هشوف لكم ان شاء الله التجربه باذن الله من خلال الميه وهنرجع مع بعض مره تانيه.